السلام عليكم اخواتاتي، واش راكم ملاح لاباس؟ اليوم الثاني هذا تاع رمضان راح نشارك معكم الطاوله تاعي البسيطه. هنا اخواتاتي انا خرجت كنت زربانه، جيت يعني ما كانش باقي بزاف الفطور، يعني وجدت هذا الفطور في ظرف قياسي. هنايا درت الزبده ودرت الزيت ودرت الدجاج تاعي تقلاو مليح، وزدت له البصل، قليت مليح هاد المواد مع بعضها، المقادير هذه مع بعضها. وهنا وجدت الجزر تاعي قطعته دوار دوار كما راكم تشوفوا. دوك نضيفوا للطنجره تاعي. هنايا نخلط مليح، لازم نقلوا الماكله مليح خواتاتي، كما نعرفوا سر البنه هو التقليه. ونضيفوا هذاك الجزر، نخلوا الماكله هذه تاعنا تتقلى مليح. هنا نضيفوا التوابل، عندنا فلفل اسود وعندنا سكنجبير، وعندي هنا توابل الدجاج ثاني نضيفهم، ونخلط كامل هذا المقادير مع بعض. طبعا طاجين الزيتون ثاني من الأكلات التقليدية تاعنا، يعني في رمضان ولا غير، يعني بالكثرة أكلات تقليدية هي اللي توالم. أنا دركا كل مرة واش ندير، مرة تقليدي مرة عصري مرة. اليوم طاجين الزيتون طلبوه أفراد العائلة، قلت نديرو لهم، قالوا لي بصح ديروه لنا مع البطاطا مقلية، حراف كلهم مع البطاطا مقلية. هنا درت الرند، نخلط مليح خواتاتي ونمرق. طبعا الماء لازم يكون سخون، دايما في التمراق لازم الماء يكون سخون. هنا نمرق ونخلي نغطي الاكل تاعي ونخليه يطيب. من جهة اخرى حندير لكم اخواتاتي اليوم لي سوفلي. ثاني لي سوفلي طلب واحد مولادي، كنت راح ندير بورا كان باقي لي. هنا العجينة تاعي خواتاتي فيها كاس حليب، حبة بيض، فيها ربع زيت، في مغرف في خمارة الخبز، نصف مغرف ملح، نصف مغرف سكر. نخلطهم كامل مليح، ونبدا نضيف الفارينة بالعقل حتى تخلط وتتشكل عجينة اللي نقدر نحلها. نغطيها ونخليها تخمر من جهة، ومن جهة واحدة أخرى نروح نوجد العقدة ولا الحشو تاعي اللي راح نحشي به هذا لي سوفلي. اليوم لي سوفلي تاعي وخواتاتي راح نديرهم لي سوفلي بسيطه. هنا درت البصل ودرت الفلفل تقلاو مليح مع الزيت طبعا، ونضيف لهم الدجاج مرحي. عندي انا هنايا نص صدر دجاج رحيته وضفته لهم. نخلط مليح هذاك الدجاج مع هذه البصل والفلفل، خلطهم مليح حتى يطيبوا مع بعضهم. وانا في هذا الوقت راني نقلي في البطاطا للزيتون. درت هنا الملح، فلفل اسود، ونضيف توابل الشاورما ولا توابل الدجاج والملح. نخلطو مليح كيما هكا حتى طيب لنا العقده ونخلوها تبرد. بعد ما طابت وبردت هنايا جيت نكسر العجينه، درتها كريات صغار مثل تاع المسمن تقريبا، نديرهم في الفارينه باه ما يلصقوش، وندير نكسلهم كيما هكا. انا اليوم درتهم لا طابع لا والو، يعني ما كنت مزروبه، قاعد غير نكسر هكا وندير بالخف، وجدو خير من قاعد غير بالطابع. هنايا نديرهم على دائرة، ومن بعد ندير العقدة في الوسط والفرماج، ونقلب الدائرة على بعضها تولي نصف دائرة. نقطعها بالجرارة تاع البيتزا هذيك اللي شفتوها ولا تاع الكاطو، ونديرها بالفرشيطة مع الطرف كيما كنا نديروها زمان، ونديرها في البلاط تاعي. ونبدا نكمل الكمية كامل اللي قعدت بالعقل حتى نكملها بالوحدة بالوحدة حتى نكمل كيما هاكا. نزيد نكسل هذه كيما هاكا، وندير العقدة نكسلها رقيقة خواتاتي. انا هنا غير كي راني مقربة الكاميرا تبان لكم هاك، هي رقيقة نكسلوها. وندير الفرماج ونقطعها بالجرارة في الاطراف كيما هكا. طبعا نزيرو الاطراف ونقطعو بالجرارة، ومن بعد نديرو بالفرشيطة هكا نزيرو عليها. ونديرهم في البلان نكملو كامل الكمية كيما هكا، ونديروها في البلاط تاعنا ولا في السني اللي تدخل الفرن. انا السني درت فوقها البابري كويسون،
ونديرو نكمل كامل الحبات اللي قعدولي كيما هكا. مليح خواتاتي نديرو مرة بوراك، مرة كيما هكا عجائن كيما هكا، مملحات عفوا، مملحات مش عجائن كيما هادو، مش دايما غير البوراك غير البوراك. هادو ملاح تاني ويجو ناشفين ما فيهم لا زيت لا والو، ويشبعو تاني ملاح مع نرافقوهم مع الشربة. انا نكمل كامل هكا الكمية اللي عندي، ما عنديش بزاف، قطعت لي حوالي 6 حبات شوية يعني متوسطين، ماهمش صغار وماهمش كبار بزاف، ماهم صغار يعني يشبعوا وحدة عوض الزوج كيما نقولوا هذوك الصغار. هكذا باش نكمل بالخف، ما نقعدش معاهم بالوحدة بهذوك الصغار بالوحدة بالوحدة. انا ما نحبش الدوران بزاف، نحب الحوايج اللي بالخف يطيبوا مختصرة ويكونوا طبعا بنان. انا نكمل كامل الكمية تاعي كما راكم تشوفوا هكذا خواتاتي، خصوصا المبتدئات. ما لازمش نعقدوا الامور تاعنا في الكوزينه، يعني لازم نسلكوا رصانه بالشي اللي كاين والشي اللي نقدروا عليه. انني اليوم خرجت جيت متاخره، قاعده نخمم واش ندير، جا في بالي الزيتون، قلت هو اللي يسلك برك مع افراد العائله تاني عندهم قالوا لي ديريه لنا. رافقته تاني مع البطاطا مقليه، هما يحبوا البطاطا تاني كما نعرفوا. ودرت لهم لي سوفلي تاني من الحوايج اللي طلبتها مني العائلة، يعني ما كان لا واحد يخسر حاجة ما ياكلوهاش، يشوف وليداته والدار تاعو واش ياكلوا ويدير. انا شاركتهم اليوم وصفاتي البسيطة والعادية بدون اي يعني بروتوكول كما يقولوا. هنايا نكملوا كامل الكمية كما راكم تشوفوا. خواتاتي ما تنساوش قراءة القرآن والصلاة يا رب، وصلوا صلاة الليل أيضا، صلاة الليل يعني مع الفجر قبل الفجر حاولوا تبدأوا. أنا الطبيعة تاعي نحب نقرأ القرآن قبل الفجر ومن بعد نصلي الفجر، وطبعا نقرأ في النهار شوية، بصح في الليل نحب نقرأ بزاف في الليل ونصلي تاني. هنايا نشوفوا صفار بيض، هنا درت في الحق حبة بيض، ما درتش غير صفار، درت حبة بيض ودرت لها قليل من الطماطم تاع المصبرة، خلطتهم مليح وولينا هنايا ندهن في هذوك الحبات كيما هكا، وندير عليهم سانوج ولا جلجلان. نتوما اللي حبيتو ديروا عليها ديروا، انا درت جلجلان من داك ندير سانوج، درت سانوج عفوا، من داك ندير ثاني جلجلان. ندهن كامل الحبات تاعي، وفي هذه الاثناء راه الفرن تاعي يسخن، لازم الفرن يكون ساخن. نديروهم في الكوشه تاعنا يطيبوا ملتح، كي يحمروا ملتح نعاودو نزيدو نشعلو لهم من الفوق. هذو اللي يشوفوا خواتاتي والله غير بنان، نسيوهم بنان ومشبعين ويعجبوا خاصة الأولاد. على بالي الأولاد تاع الوقت كامل يحبوا المملحات، تقريبا يعني كامل يحبوا المملحات. نديروا عليهم كما قلت لكم هكا سانوج، ونشعلوا لهم الفرن نديروهم يطيبوا. نتمنى خواتاتي يكون نهاركم الاول فات بخير تاع رمضان. انا ولا غير كيف فطرت راسي وجعني شويه، ومن بعد غير ريحت شويه زل عليا ونطفي صوالحي. هذا هو الزيتون تاعنا، طاجين زيتون بعد موجود هنايا، راني حطيته وحطيت دورت عليه البطاطا كما راكم تشوفوا. كنت راح نحمر الدجاج لكن قلت ما حبيتش نحمره، خليته هكذاك نضاريه في الحق من داك نحمره. اليوم خليته هكا كما قلت لكم، كنت مزروبه اليوم في الفطور تاع اليوم، قلت لكم جاتني خرجت يعني جاتني صوالح طارئة هكا. هذه هي الطاولة البسيطة تاعنا، هيا هاو الزيتون تاعنا، السلطة تاعنا.
هيا هاهم لي سوفلي تاوعنا لي طابو، هاهم. هاهم خواتاتي. نجيب لك الأخير. خواتاتي اللي حكت هنا ما تنساوش الاشتراك والدعم باش نقدم لكم كل جديد. في الحق راهي المشاركات قليلة، وهذا راه يخليني نفشل باش نزيد نحط. وإلى